السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معايا مباراة تفصيلية كده في الدوري التونسي، هتقام يوم الأحد 25/12/2022 الساعة 3. هتبقى مباراة الترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي. أنا بتكلم عن المباراة ديت لسبب نادي الزمالك، فدي المباراة هتبقى مهمة لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، فحبيت أعمل فيديو عنها عشان لو حد يحب يتفرج عليها أو يتابعها من الجماهير ويعرف الترجي التونسي إيه ظروفه. الترجي التونسي المباراة دي متأجلة من الجولة الرابعة. دي النجم الترجي التونسي لعب 6 مباريات، عنده 11 نقط، ليه 8 أهداف، عليه 4 أهداف، جاي من هزيمة من على أرض الملعب التونسي 2-1. النجم الساحلي طبعا متصدر المجموعة، لعب 6 برضه ماتشات، ليه 16 نقطة، ليه 15 هدف وعليه 4، وجاي من فوز من على الصفاقسي التونسي. الدوري التونسي متقسم هناك لمجموعتين، كل مجموعة 8 فرق. القناة بالمناسبة موزعة على قناة الكاس 1 وقناة الكاس 2 وقناة الكاس 3. دي مش مشفرة، أي حد يتفرج عليها عادي. الأصل دولة قطر أو قناة الكاس واخدة الحقوق بتاعة الدوري التونسي، وهو متذاع عامة مش متشفر. هتبقى مباراة جميلة أوي، لا إما توسع الفارق لا إما تولع يعني إيه الصراع، لا إما توسع الفارق يبقى 19 نقطة مقابل 11، يبقى النجم الساحلي في المركز الأول، لا إما تضيق الصراع شوية، النجم الساحلي الترجي يفوز يبقى عنده 14 وده 16 يبقى قربت. وإن شاء الله تبقى مباراة شيقة وجماهير النادي الزمالك تتابعها وتشوف الترجي قبل ما يلاعب نادي الزمالك. وده كل ما لنا في الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.